السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد معكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنايات والجنح. غنبدأ في الحلقة ديال اليوم بدون مقدمات. كانت واحد الحلقة طلبوها لي الإخوان والأخوات ولحوا على باش نسردها الحلقة، وكنت وعدتكم بأنني غادي نسردها واخا مازال ما كملتش الأبحاث، ولكن كيعاودوا المتابعين الكرام والمتابعات كيعاودها لنا السي حجي، خصوصا ابناء هذه المنطقه هذه. الجريمه اللي كنت شرت لها اللي كانت وقعت هنا حدا حد بوموسى ديال داك السيد اللي كيتسوق وتعرضوا ليه واحد العصابه اجراميه وتيراو فيه بالخماسيه وقتلوه. هذه الجريمه هي اللي غادي نتشارك معكم هذا النهار، وفرصه من خلال هذه الحلقه هذه باش نوجه واحد الشكر كبير العناصر اللي شرفوا على فك ديال اللغز ديال هذه القضيه اللي كانت معقده، وتفك اللغز ديالها في واحد الظرف قياسي. القضيه ديال اليوم كان واحد السيد كتعرفوا السواقه، الناس اللي كيمشيو يسترزقوا الله، كل واحد والطرف ديال الخبز ديالو فين كاين. هذا السيد اللي غادي نعاودوا عليه كيبيع هذا الشيء ديال كاوكاو وسميتو، يدور في الاسواق الاسبوعيه. هو الاصل ديالو من احد الظواهر اللي محسوبه على القريه ديال حد بوموسى، قريه حد بوموسى التابعه ترابيا لاقليم الفقيه بن صالح. كالعاده نض هذا الراجل الصباح بكري، كتعرفوا السواقات ينوضوا بكري باش يشد بلاصتو ويفرش ويسترزق الله. كان غادي والسوء الحظ ديالو خدا واحد الطريق كيمشي في واحد الطريق كتسمى طريق ديال المرابطيه. هذيك الطريق تتكون خاويه، وهذيك الطريق كتربط بين اقليم الفقيه بن صالح والاقليم ديال قلعه السراغنه، ولكن ديك الطريق تقريبا غير اقليميه ماشي طريق كبيره، وكتكون فيها حركات المرور قليله بزاف، الا ما قلناش شبه منعدمه خصوصا بالليل. المهم هذا السيد هذا فوق الصباح كانت عنده واحد السطافات بحال قلت 207 ولا ترونزيت ولا هادشي اللي كان عنده، وشد الطريق وغادي باش يمشي لواحد السوق ديال قلعه السراغنه. هذاك النهار كان السوق الاسبوعي ديال قلعه السراغنه. هو غادي في الطريق خرج من المحل ديالو كيتفاجئ عند الحدود بين اقليم الفقيه بن صالح واقليم ديال قلعه السراغنه، البلاصه فين حد النفوذ الترابي ديالهم، تما كيتعرضوا ليه واحد الطوموبيل، سياره خفيفه، طوموبيل صغيره، تبعته خلاتو تداز وتبعته وبركاوه، سدوا عليه الطريق وكان مفروض عليه باش وقف. هبطوا هادوك المجرمين باش غادي يجريسيوه. قبل ما يقترفوا الجرم ديالهم كان واحد جاي يتابعه، حتى هو سواق من السواقه وكاينه علاقه بيناتهم، وهذا عنده كاميو. شاف هذاك السيد راه براكينو طوموبيل مبراكيه، عرف بان راه بغاو يجريسيو ويديو ليه فلوسو. اش غيدير هذا مول الكاميو؟ غادي يجي ويدخل في ديك السياره الخفيفه. ملي دخل فيها هذوك خافوا، كانت عندهم الخماسيه، جبدوها وتيراو في داك مول الترانزيت مسكين، وجات فيه قرطاسه وقتلوه وهربوا، ما خلاو حتى اثار. هربوا وشدوا الاتجاه ديال قلعه السراغنه. يعني من خلال القراءه الاوليه كيبان بان هذوك المجرمين من ديك الناحيه دخلوا اقترفوا هذه الجريمه هذه ومشاو رجعوا للبلاصه ديالهم. ملي هذاك مول الكاميو وقف وهذوك هربوا ودخل في ديك الكاميو في ديك الطوموبيل الصغيره وهربوا، هذوك هبط كيلقى هذاك السيد جثه هامده مسكين، القرطاسه جات له في الصدر ديالو وما خلات ليه ادنى فرصه للعيش. غادي يعلم السلطات المعنيه وغادي يعلم المركز الترابي ديال الدرك الملكي ديال حد بوموسى، لحقاش هو اللي مختص ترابيا تما. قائد المركز ديال حد بوموسى ملي تعلم بهذا النبأ هذا غادي يعلم قائد السريه ويعلم السلطات القضائيه، غادي يعلم السيد الوكيل العام، لحقاش جريمه قتل واعتراض السبيل واستعمال واحد سلاح بندقيه ديال الصيد ماشي شي حاجه سهله. هذه جريمه روعات المنطقه وغتخلي الناس ما غيحسوش بالامان.
لحقاش كتوقع بحال هاد الجرائم هادو كتخلي واحد التوتر بالنسبه للمواطن، ما تيبقاش تيحس بداك الامان اللي يخول ليه يتنقل في المنطقه كما بغى واي وقت بغى. كيولي الانسان تيقول واش شتي هادوك راه تعرضوا ولا سميتو. يعني هنا الناس ديال الدرك الملكي خصو يديروا المجهودات ديالهم باش يفكوا هذا اللغز ويشدوا هاد المجرمين باش ترجع الثقه للناس والمواطن وباش يعيش حياته بشكل عادي. تعبئات جميع العناصر كما قلت لكم، استعمال جريمه قتل باستعمال بندقيه صيد ماشي شي حاجه سهله. غادي القائد السريه ديال الفقيه بن صالح، القائد الجهوي، غادي تجي الفرق ديال التشخيص القضائي، غادي تجي العناصر ديال المركز القضائي، كل شيء جا لعين المكان ومسرح الجريمه. ملي وصلوا كيلقاو هذاك السيد جثه هامده مات بفعل هذيك القرطاسه اللي اخترقت ليه الصدر ديالو، وغادي يلقاو داك مول الكاميو اللي كان دخل في ديك الطوموبيل. اول حاجه غادي يباشروا المعاينات ديالهم وغيلتقطوا صور لحاله الامكنه من جميع الزوايا وغيباشروا المعاينات. اثناء اخذ المعاينات ديالهم غادي يثير الانتباه ديالهم واحد الطرف من واحد الطوموبيل، هذيك الطوموبيل اللي كانوا راكبين عليها هذوك المجرمين. طار منها واحد الطرف ملي دخل في هذاك الكاميون، طار منها واحد الطرف، وهذاك الطرف بواسطه ذاك الطرف استطاعوا الناس المكلفين بالبحث باش يعرفوا النوع ديال السياره. النوع ديال السياره هو تعرف، الرقم السياره ما تعرفش، حقاش هذاك السيد اللي مول الكاميون ما عطاش اهميه. كتعرف هذه المواقف ما كتعرفش، ما كتعطيش اهتمام، كتشوف غير باش تفك السيد ويمشيو هادو كيهربوا. ملي تكملات الاجراءات القانونيه الطوموبيل كانت عامره بالسلعه. اول حاجه الجثه دار لها واحد التفتيش جسدي. هذاك الشيء اللي تلقى في الحوزه ديال الجثه غادي يتحجز لحقاش هذاك تيولي من التركه وخصو يتعطى مقابل اشهاد للمحكمه المختصه اللي هي محكمه الاستئناف، وهي اللي عندها الاختصاص باش تفرقوا على التركه. وداك المبلغ المالي الا اتفقوا الورثه بعضياتهم راه كيديروا وكاله لواحد وكيمشي كيسترجع هذاك المبلغ المالي. المهم نواصلوا السرد ديال هذه القضيه وهذه الجريمه الشنيعه اللي استنكرها الجميع في هذه المنطقه هذه. مور هذا الشيء غادي تهز الجثه على متن مستودع، على متن سياره نقل الاموات، وغادي تمشي مستودع ديال الاموات باش تخضع للتشريح الطبي، واخا ان السبب ديال الوفاه معروف وبشكل اللي هو قطعي. راه القرطاسه هي اللي قتلات السيد، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش شي شكوك اخرى، ولكن هذا اجراء خصو يدار، كيفرضوا عليك القانون خصو يدار. جريمه قتل باش تيقن خاص دير التشريح الطبي. دار التشريح الطبي خلاص مشات للجثه، من بعد ما كملات المعاينات غيدوزوا ضباط الشرطه القضائيه المكلفين واللي كانوا تحت الرئاسه وتحت القياده ديال قائد السريه، مشكور على المجهودات ديالهم من هذا المنبر. غادي يباشروا الابحاث ديالهم. اول واحد غادي يستمعوا ليه الدركيين المكلفين بالبحث هو داك الشيفور مول الكاميو اللي حتى هو من الاقرباء ديال هذا السيد اللي مات اللي تقتل واللي كيسكن معاه في نفس الدوار واللي حتى هو كان غادي يتسوق. استمعوا ليه الدركيين، عاود لهم قال لهم اودي انا مولف كنتسوق الاسواق الاسبوعيه، هذا النهار هذا نط وكان هذا السيد غادي قدامي، وقال لهم غاديين في الطريق اللي كتكون فيها حركات المرور شبه منعدمه. حقاش المجرمين كيختاروا الاماكن فاش يقترفوا هاد الجرائم ديالهم. ما يمكنش يمشيو مثلا طريق وطنيه فيها الحركه ديال المرور كثيره وغادي يمشيو يبراكيو، لحقاش الناس غادي يجيو بالزربه وهذيك العمليه ديالهم غادي تفشل. لذلك كيختاروا الطرقان اللي غادي ينفذوا فيها العمليه بكل اريحيه. المهم استمعوا لذاك السيد، هذاك السيد استمعوا ليه. ملي استمعوا ليه قال لهم كنت جاي حتى كتبان لي طوموبيل بيضاء كتبراكي هذا الترانزيت، بغاو يكريسيوه. قال لهم ديك الساعه عمرت الموتور ومشيت دخلت في هذيك الطوموبيل الصغيره اللي بغات تكريسي هذه الضحيه. قال لهم ديك الساعه فاش دخلت فيها جبدوا الخماسيه وتيراو في الضحيه وقتلوه. قال لهم من بعد مشاو هربوا وما خلاو حتى شي اثار من غير هذاك الطرف ديال السياره. عطاهم النوع ديال السياره وعطاهم اللون ديال السياره وعطاهم العدد
ديال المجرمين قال لهم كاينين جوج اللي كانوا في السياره، وقال لهم الوجهه ديالهم، قال لهم ودي راه شدوا طريق اتجاه قلعه السراغنه. بعد ما استمعوا ليه الدركيين وبعد ما تكملت الاجراءات كامله، الدركيين غادي يلتحقوا بهم الدركيين ديال وقائد السريه تحت الاشراف ديال قائد السريه ديال قلعه السراغنه، وغادي يخدموا الدركيين ديال فقيه بن صالح مع ديال قلعه السراغنه بالتنسيق. علاش؟ لحقاش الجريمه وقعت في الحدود ديال النفوذ الترابي، وهذوك المجرمين ملي اقترفوا الجريمه دخلوا النفوذ الترابي ديال قلعه السراغنه، وكان احتمال كبير باش يكونوا الاصل ديال هادو من المنطقه ديال قلعه السراغنه. هنا الحاجه الوحيده اللي كانت والخيط الوحيد اللي كان بالنسبه للضباط الشرطه القضائيه اللي يقدروا يتبعوه باش يقدروا يفكوا هذا اللغز هو ذاك الطرف ديال الطوموبيل اللي طاح في البلاصه في مسرح الجريمه ملي دخلت هذيك الكاميو في ديك السياره الخفيفه. تهز هذاك الطرف ديال الطوموبيل وغادي يمشيو الدركيين غادي يعطيو اهميه. هذاك النوع ديال السيارات الاغلبيه تيكون ديال سياره الكراء، وهاد المجرمين بحال هادو ولا التجار ديال المخدرات كيستعملوا سيارات الكراء غالبا. هذا هو اللي كيكون. مشاو الدركيين غادي يعطيو اهتمام لدوك الشركات ديال كراء السيارات ويسولوهم شكون اللي عنده سياره بهذه المواصفات بداك اللون وداك النوع، ويشوفوا ديك السياره اللي كاينين عندك صحاب كراء السيارات شكون اللي طاير ليها طرف، هذاك الطرف ديال البارشوك لمن طاير. الا تلقات شي طوموبيل طاير ليها هذاك الطرف يعني هي اللي تستعملات في الاقتراف ديال هذه الجريمه. هذه هي الخطه وهذه هي السياسه اللي كانت عند ضباط الشرطه القضائيه، وكتعرفوا البلاصه ديال قلعه السراغنه شكون اللي غادي يدير التحريات فيها. غادي يديروها العناصر ديال قلعه السراغنه لحقاش هما اللي عارفين المنطقه، هما اللي عندهم المعارف، هما اللي كيعرفوا الناس اللي يسولوا، هما اللي عندهم دوك المتعاونين اللي يقدروا يعاونوهم. المهم عمقوا التحريات ديالهم ومعاهم العناصر ديال الفقيه بن صالح بقاو كيسولوا في صحاب كراء السيارات، وعندهم واحد من المتعاونين ديالو قالوا ليه ودي انت كتعرف صحاب كراء السيارات شكون اللي عنده السياره بهذه المواصفات هذه؟ قال لهم راه كاين عند فلان وكاين عند فلان وكاين عند فلان، واحد 3 ديال الشركات ديال كراء السيارات. غادي يمشيو عند الاول غادي يلقاو السياره كاينه ما كاينش اشكال فيها وما طاير لها حتى حاجه، يعني ماشي ديك السياره. السياره الثانيه مشاو الشركه الثانيه مشاو لقاو بان السياره مكريه وما كايناش عند مول شراء كراء السيارات، الشركه ديال كراء السيارات. الثالثه تلقات ولكن ما طاير لها طرف، يعني بقى الشك في هذه الطوموبيل هذه اللي مكريه خارجه. الدركيين تواصلوا مع المسير ديال هذه الشركه وقالوا لي غادي تتصل بداك السيد اللي كاري السياره غادي تقول ليه يدخلها غير باش نشوفوها وبلا ما تعلموا وبلا ما تقول ليه حتى شي حاجه. بدا كيتواصل معاه هذاك مول كراء السيارات قال لي ودينا راه بعيد، ها فين كاين؟ راه عندي شي غرض راه ما يمكنش ندخل دابا. قال لي لا ضروري ما تدخل الله يجازيك بخير، غير دخل غير قضي شي حاجه في السياره نصاوب ليها شي حاجه وعاود ديها ودابا نشوف وبقى انا غادي نشوفو غادي نديرو غادي نفعل غادي نترك بقى مني منك. كل مره يعيطوا ليه راه مازال ما قضيتش غرض، مازال انا غادي نلتحق بقلعه السراغنه. واحد الوقيته كيعيط ليه تيقول ليه ودي راه دخلت لقلعه السراغنه والطوموبيل ديالك اسمح لي راه قست بها درت بها واحد الكسيده ولكن راه طار منها غير واحد الطرف من البارشوك وراه حطيتها عند الطوليين الفلاني. هنا تقوات الشكوك عند ضباط الشرطه القضائيه اللي كانوا كيديروا هذه التحريات. هذاك مول السياره ديال مول الشركه ديال كراء السيارات قال لي اش من طوليه عند ما حطيتيها؟ قال لي الطولي فلاني. مشاو معاه الدركيين ومشاو عند ذاك الطولي، تيمشيو تيلقاو بالفعل السياره. ملي تفقدوا السياره تيلقاو بان راه طاير لها ذاك الطرف اللي باق لقاوه في عين المكان في مسرح الجريمه، يعني هذيك السياره هي اللي تستعملات في الاقتراف ديال هذه الجريمه الشنيعه. هنا ولاو متاكدين هما ضباط الشرطه القضائيه فعل التحريات بفضل التحريات اللي داروا هي تعطاتهم واحد النتيجه. فاش كيكون اجتهاد منتظر النتيجه لحقاش هذيك روح وكتقلب باش كتقلب وكدير مجهودات ديالك لاظهار الحقيقه. الله سبحانه وتعالى غادي يعاونك فاش انت كتقاتل وكدير مجهود
لاظهار الحقيقه ولكشف الهويه ديال المقترفين واحد الجريمه اللي شانعه، سيدي ربي راه غادي يعاونك، كون على يقين غادي يعاونك الله الا كانت نيتك صافيه ونيتك هي اظهار الحقيقه. ملي تعرفات الطوموبيل تاكدوا بان هذه السياره هي اللي تستعملات في اقتراف هذه الجريمه الشانعه، غادي تحجز ديك السياره. وغادي يقولوا الدركيين الملكي كراء السيارات لمن كريتي الطوموبيل عطاهم الهويه ديالو، مشاو عنده الدركيين، ديك السياره تحجزات بتعليمات ديال النيابه العامه، دارت تحت في المحجز تحت التصرف ديال العداله. وغادي يمشيو الدركيين مع داك مول الشركه ديال كراء السيارات، المحل ديال كراء السيارات، وغادي يعطيهم البيانات الشخصيه والهويه ديال هذاك اللي كرا ديك الطوموبيل. حتى هو كان تينحدر من المدينه ديال قلعه السرغنه، وكان معروف كاين العنوان ديالو، كاين البيانات الشخصيه ديالو، كلها المعطيات ديالو كامله. مشاو عندهم اللي سولوا عليه الناس ديال الشرطه الدرك، سولوا الناس ديال الشرطه قالوا لهم اودي فين عنده المحل. مشاو عنده المحل ديالو كيلقاوه في ذاك المحل، واحد المحل على قد الحال. مشاو لقاوه تما، السلام قدموا لانفسهم، عطينا لاكارت ديالك، عطاهم لاكارت، تاكدوا بانه الشخص نفسه موضوع البحث ديالو. قالوا لي انت كريتي واحد الطوموبيل النوع ديالها؟ قال لهم هي كريتها، ولكن ماشي ليا، انا راه كريتها لواحد الجوج ديال الاصدقاء. وعلاش كريتيها لهم؟ قال لي ودي راه ما عندهمش سميتو، راه ما عندهمش، يمكن عندهم شي مشاكل ولا ما عندهمش البيرمي، وراه كريتها لهم، وراه كيعطيوني مقابل هذا الشيء اللي درت وهذه الخدمه اللي سديت لهم كيعطيوني 200 درهم في النهار. كاري لهم الطوموبيل بسميتو وعطيها لهم، ما عرفتش واش كيديروا بها، وكيعطيوه 200 درهم في النهار. يعني الانسان ما كيعرفش المسؤوليه وما كيعرفش العواقب ديال الافعال اللي كيدير. هنا الدركين غيقول لي تمشي معنا، استمعوا ليه، هادو هما الاقوال ديالو، استمعوا ليه، تعطيه التعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. باش ما من حقكش تكري واحد الطوموبيل وتعطيها لواحد اخر، ما يمكنش، داكشي مخالف للقانون. وكتعطيها لمن كتعطيها هذوك الناس. واش مجرم؟ قال لي غادي تعطينا الاسماء ديال هاد الجوج لمن عطيتيها الطوموبيل. عطاهم الاسم ديال فلان والاسم ديال فلان، كينحادروا من واحد الدوار اللي تابع ترابيا الاقليم ديال قلعه السرغنه. كشف عن الهويه ديال هاد الجوج لمن عطا. وكما قلت لكم هذاك السيد مول الكاميو اكد بان العدد ديال الافراد ديال المجرمين اللي اقترفوا الجريمه جوج. بدات ولا تطابق، يعني حتى هذا قال لك راه جوج الناس لمن كريتها وهما اللي كيتحركوا بها وكيعطيوني 200 درهم النهار. ملي انكشفات الهويه ديال هاد الجوج لمن عطا الطوموبيل، غادي يمشيو يقلبوا عليهم الدركيين، مشاو يقلبوا عليهم في الدوار، قلبوا بقاو سولوا مع من تيجلسوا هاد الجوج. قال لهم كيجلسوا مع واحد الشاب، راه ثلاثه تيكونوا اصدقاء ومعروف عليهم بانهم مجرمين وعندهم سوابق وعندهم ادانات قضائيه من قبل. يعني عارفين الدركيين بانهم امام واحد المجموعه مجرمه اجراميه، واحد المجرمين اللي محترفين ومجرمين اللي عندهم سوابق، يعني عندهم إلمام بالعالم ديال الإجرام. يعني خصهم يتخذوا الاحتياطات الكافية. علاش؟ لحقاش راه عارفين بأن راه كاين سلاح، بندقية صيد كاينه عند هاد الناس، يعني راه يقدروا يتيريو فيك، راه الا وقفتي عليهم في شي بلاصه باش تشدهم راه يقدروا يتيريو فيك. يعني خص دار الاحتياطات اللازمه، دار دوك الستره المضاده للرصاص، يعني الاجراءات والاحتياطات اللازمه خصها دار كامله. مشاو الدركيين كيسولوا عن بعد على هذوك الجوج، ما لقاوهمش الا هذاك الصديق ديالهم الثالث هو اللي تلقى. مشاو عنده الدركيين وقفوا عليه، السلام عليكم. السلام، فلان وفلان فينا هما؟ قال لهم ودي شفتهم من البارح بالليل. خداو التصريحات ديالو، قال لهم من البارح بالليل فاش شفتهم، وراه جلسوا معايا واحد الشويه تقريبا الجوايه ديال 10 11 الليل. قال لي جلسوا معايا واحد الشويه، قال لهم وعطيتهم شويه ديال المخدرات، استعملوا معايا دوك المخدرات. قال لي من بعد مشاو بجوج وانا بقيت في حالتي. تم الاستماع ليه، قال لهم ملي استمعوا ليه داروا الاتصال، ضباط الشرطه القضائيه داروا الاتصال بالنيابه العامه، قالوا لهم الاخلاء ديال السبيل ديالو لحقاش ما عنده شي علاقه بهذه الجريمه هذه. هنا ملي استمعوا ليه قالوا لي الدركيين غتعطينا ارقام الهواتف ديالهم، مادام انهم صحابك وكتعيط معاهم غادي تعطينا ارقام الهواتف ديالهم. عطاهم الارقام الهاتف ديال الاول وديال الثاني.
ملي شدوا الدراكين ارقام الهواتف ديالهم، داروا تحريات تما، اكد لهم هذاك الصديق ديال هاد الجوج مجرمين اللي كيقلبوا عليهم، قال لهم ودي راه ما كاينينش انا في الدوار، ما نعرف فين مشاو. الطوموبيل راه حطوها، الدوار ما كاينينش فيه، يعني هادو غادي يكونوا 100% خواو البلاد. ربما حسوا بان راه تعرفوا وراه الامر ديالهم انكشف، يعني خصهم يخويو البلاد اللي يتشدوا. هذا هو الفرضيه وهذا هو التحليل اللي والنتيجه اللي توصلوا لها الدركيين المكلفين بالبحث في هذه النزيله هذه. قلبوا عليهم تما في جميع الاماكن اللي قدروا اللي كيترددوا عليها هاد المجرمين، مشاو للديور ديالهم، داروا التفتيش في المنازل ديالهم، هما خصوصا انهم كانوا ساكنين مع الوالدين ديالهم. دار تفتيش الغرض منه كيقلبوا على السلاح ويقلبوا على هاد المجرمين. دار تفتيش في الدار ديال الاول، تفتيش في الدار ديال الثاني، ما تلقات حتى شي حاجه. ملي قنعوا الدركيين وما لقاوش الاثار ديال هاد الناس، هاد الجوج مجرمين، هنا غادي يستعملوا هاد الارقام ديال الهواتف ديالهم، وغادي يدار عده تحريات علميه على هاد الارقام هادو، وغادي يتم التعقب ديال هاد الارقام باش يتعرف فين كاينين، وبالتواصل المستمر مع القياده العليا للدرك الملكي، وبالضبط مع مصلحه الشرطه القضائيه اللي تابع لها الفرقه الوطنيه، تم تسخير جميع الوسائل اللي تقدر تفك هذا اللغز هذا، وتعطاو دوك الجوج ارقام للجهات العليا، وتم التعقب ديال هذه الارقام، وتوصلوا بان راه واحد كاين في المحمديه، وعرفوا المكان ديال التواجد ديالو. دارت تكونات واحد الدوريه وانتقلت لمدينه المحمديه وتشد هذاك اللي كان في المحمديه. والثاني بان للناس اللي كانوا كيتعقبوا هذوك الارقام هذوك الهواتف بان واحد راه متجه جهه الصحراء. ملي عرفوا البلاصه ديالو غادي يتواصلوا الدركيين المكلفين بالبحث والجهات العليا، غادي يتصلوا مع واحد المركز ديال المراقبه ديال الدرك الملكي، واحد البراج تيكون 24 ساعه على 24 ساعه في اخف النير تقريبا قبل من طرفايه، كاين بين طنطان وطرفايه واحد البوست تمايا تيكون 24 ساعه على 24 ساعه. قالوا لهم راه الكار الفلاني راه جاي فيه واحد المجرم، ها المعلومات ديالو ها المسائل ديالو غادي تشدوه. جا وصل الكار لذاك البراج، الدركيين وجدوا العدد الكافي ديال العناصر والافراد، سدوا الباب من الكار من اللور وطلعوا بالعدد الكافي وبداو كيسولوا في لي كارت، طف انت منيك، انت لا انت هذا ماشي هو، هذا ماشي هو، حتى لقاوه. ملي لقاوه ركبوا ليه لي مينوط وقالوا ليه نزلوه. الاخر تشد في المحمديه والاخر تشد كان متجه للصحراء، وعلموا بان راه لقاو عليه القبض، ودارت واحد الدوريه وانتقلت مشات تسلمته من عندهم وجابوهم بجوج الاقليم فقيه بن صالح، المركز القضائي اللي هو كان مكلف بهذه القضيه هذه، وغادي يستمعوا لهم وغادي يواجهوهم بهذه الوقائع، وغادي يواجهوهم بالمعطيات اللي حصلوا عليها الدركيين اثناء البحث من هذيك الطوموبيل اللي تلقات، وهذاك السيد اللي قال لهم راه انا هذاك راه كان موضوع تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. واجهوهم معاه قال لهم انا الطوموبيل كريتها لكم وانا كتعطيوني 200 درهم. المهم اللي توضعوا امام امر الواقع وتواجهوا بهذه القرائن اللي كدينهم، غادي يعترفوا بانهم هما اللي اقترفوا ديك الجريمه بغرض باش يسرقوا السيد فلوسه، لحقاش كيعرفوا الناس اللي كيتسوقوا كتكون عندهم الفلوس. اللي راه ما كناش معولين باش نقتلوا، ولكن ملي دخل فينا هذاك صاحبو بالكاميو خفنا لا نتشدوا وجبدنا الخماسيه تيرينا غير باش نخلعوا، ما كانتش عندنا النيه باش نقتلوا، ولكن حتى سمعنا بان السيد راه تقتل. اما الغرض قال لهم الخماسيه، هو الخماسيه فينا هي، قال لهم الخماسيه ما عندناش حنا معاها علاقه. قبل ما نهربوا ملي عرفنا وبقى كيتصل بينا، قالوا برا بلي بقى كيتصل بينا مول كيراع السيارات، هذا مول الشركه اللي كرا السيارات، وبدا كيتصل بهم بعد ما شدوا النمره من عند هذاك هذاك الحريفي اللي كرا لهم سميتو، هو اللي عطاهم النمره، وبقى كيتواصلوا مع غادي نجيب. قال له ديك الساعه ملي كثروا علينا التليفونات عرفنا راه صافي، راه القضيه ديالنا تفرشات وقررنا باش نهربوا. الخماسيه عطيناها لفلان، قال لهم ديك الخماسيه هو اللي عطاها لينا وهو اللي سرقها، ما عرف منين سرقها، وكنعرفوا الظروف والحيتيات، كنجهلوا عفوا الظروف والحيتيات فاش تسرقات ديك الخماسيه. قال لهم ما عارفينش حنا كيفاش سرقها، ولكن فلان هو اللي عطاها لينا. واعترفوا
بهذه المسائل كامله مشاو الدركيين داروا واحد الانتقال باش يقلبوا على الخماسيه، تيلقاو هذاك مول الخماسيه مشاو عنده للدار ما لقاوهش. دار اتصال بالنيابه العامه، دارت ليه مذكره بحث، دار ليه الريشيرش. 3 دابا اللي مشدودين، هذاك اللي كرا الطوموبيل وعطاه لهذوك، وهذوك الجوج الاخرين اللي اقترفوا الجريمه. والسياره دارت تحت التصرف ديال العداله في المحجز البلدي. بعد ما كملت المده القانونيه ديال الحراسه النظريه غادي يتقدموا امام انظار السيد الوكيل العام اللي استنطقوهم. بعد الاستنطاق ديالهم اعترفوا جمله وتفصيله بجميع هذه الافعال الاجراميه المنسوبه لهم، وبناء على الاعترافات ديالهم غادي دير لهم الاحاله على قاضي التحقيق. غادي يستلقوا قاضي التحقيق وغادي يعترفوا امام قاضي التحقيق، لحقاش كاينه مجموعه ديال القرائن اللي بحصرهم اللي كدينهم ما عندهم كيديروا باش غادي ينكروا. وبناء على ملتمس النيابه العامه وبناء على الاعترافات ديالهم دار لهم الايداع في السجن. هاد المجرمين هادو مازال ما تحكموش ومازال ما صدرش في حقهم حكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به، وما كنتش باغي حتى يصدر حكم، ولكن الاخوان والاخوات مجموعه كانوا مصرين. عافاك السي حجي وعدتينا وسردها لينا، هذا هو السرد ديالها. بقى هذاك الرشاشي هما راه باقيين دابا كيقضيو العقوبه السجنيه ديالهم، مازال ما كاينش حكم في حقهم. الحكم غادي يكون قاسي وقاسي، الا ما كانش المؤبد غادي يكون هذه هي في الغالب هذا هو العقوبه اللي غادي تصدر في حقهم. وهذاك الاخر اللي كان كاري غادي تكون العقوبه ديال 1 سنه، ولا هذا هو التخمين ديالي من خلال التجربه المهنيه اللي راكمتها خلال مده 26 سنه. ولكن القضاء هو اللي كتبقى ليه الصلاحيه. ربما تبان شي حوايج اللي ما نقدرش نعرفها انا واللي ما لم يتم الكشف عنها اثناء البحث التمهيدي، لحقاش في التحقيق كتكون الامور قاضي التحقيق عنده الوقت كيبدا يدقق في كل حاجه، ربما يتوصل لشي معلومات اللي ما كايناش في خباري. هذاك اللي سرق هذيك الخماسيه بقاو تيسكن في منطقه النفوذ ديال الدرك الملكي ديال قلعه السرغنه. من بعد ما دازت هاد الموجه هادي وبعد ما همدات الامور، اش غيديروا الدركيين؟ غادي يجمعوا ديال قلعه السرغنه، غادي يجمعوا اكبر عدد ديال المعلومات بالاستعانه مع بالمتعاونين ديالهم باش يشدوا هذاك اللي سرق ديك الخماسيه. بداو كيجمعوا المعلومات. واحد النهار توصلوا بان راه كاين واحد الدار في الخلاق، وجاو الدركيين كيتختلوا ملبدين ليه بالليل، وقت متاخر من الليل، على اساس يحاصروا ديك الدار. ملي قربوا لديك الدار باش يحاصروها تيخرج واحد من بالموتور تم جاي. من خلال المعلومات اللي عندهم يعني هذا هو اللي كانوا كيقلبوا عليه، هو اللي جاي. ملي كان جاي مع الظلمه ما شافوش واصلا ما كيعرفوش وجهه، تلاحوا عليه الدركيين طيحوه بالموتور ديالو. بدا بوازقه وهذه بدا الغوت. ملي تحققوا من الهويه ديالو ماشي هو هذاك. فينا هو؟ قالوا ليه فينا هو فلان اللي كنقلبوا عليه. قال لهم راه كاين في الدار. يعني عوض ما يخرج هذاك خرج هذاك اللي سميتو شدوا هذا بالخطا، بدا الغوات والهضره. الاخر اللي في الدار ساق الخبار مع الليل وسمع عرف بان المخزن جاي ليه، خرج خيلسة وهرب. ملي جاو الدركيين ملي عرفوا راه ماشي هو هذاك وتاكدوا من الهويه ديالو ماشي هو هذاك، مشاو لديك الدار كيلقاو الاخر راه مشى فلت من القبضه ديالو ومازال ما وصلش نهارو ومازال ما طاحتش ورقته. والدركيين ديال قلعه السرغنه مشكورين على المجهودات الجباره اللي داروها في هذه النازله، والعناصر ديال المركز العناصر ديال السريه ديال اقليم فقيه بن صالح حتى هما مشكورين على المجهودات اللي داروا باش يتفك هذا اللغز. وهذا اللغز تفك تقريبا 24 ساعه، مده 24 ساعه تشدوا دوك الناس تفك اللغز كلشي تعرف. يعني في واحد الظرف قياسي الحمد لله انكشفات الخيوط ديال هذه الجريمه. وبقى هذاك اللي سرق هذيك الخماسيه بقى هارب كما قلتوا، فلت من القبضه على شي شويه كانوا غادي يشدوه الدركيين، مازال ما وصلش نهار كما قلت لكم. وبالمناسبه راه كما قلت لكم ضروري نحيوا هاد الناس، حقاش فاش يديروا ناس ديال الامن ولا ديال الدرك الملكي شي مجهودات جباره يتوجب علينا باش ننوهوا بهذه المجهودات وباش نشكروهم. هذا واجب كتشجيع ليهم باش يواصلوا هذه المجهودات ديالهم. مش جميع العناصر اللي شاركوا في هذه الابحاث اوجهوا لهم شكر خاص
وكان على الراس ديالو قائد السريه ديال فقيه بصح وقائد السريه ديال قلعه الصراغنه اللي هو ابن البلده ديالي وعارفه حق المعرفه وكنعرف العائله ديالو ابن الاصل الطيب كنعرفه حق المعرفه. كنحييهم كاملين وكنحييو العناصر اللي خدموا تحت الاماره ديالهم في هذه النزيله كنحييهم بحراره وبحراره. ومن خلال هذه النزيله هذه لابد ما نوجه مجموعه ديال النصائح الناس اللي يشدوا هذا الطرقان اللي كتكون بالليل فيها حركه المرور شبه منعدمه ومعاك الفلوس ومعاك راه كاينين وحوش راه كيتحينوا الفرصه باش ينقضوا على الفريسه ديالهم. خص الانسان الا مشى في هذا الطرقان يمشي بالجماعه ما تمشيش بوحدك. راه كاين مجرمين فين ما مشيتي راه تيدير لك المصيده وكيتسناك. من راه الا كانت هذه الطريقه هذه زايده عليا ب 40 كيلومتر وفيها حركات المرور كثيره وفيها الحديد كثير ومن الاحسن نمشي نزيد 40 كيلومتر حفاظا على السلامه الجسديه ديالي وباش ما نطيحش في يد هاد المجرمين اللي ما كيرحموا ما كيعتقوا بحال هادو دابا اللي تيرا في واحد بريء ما عنده ما داير معاهم حتى شي حاجه ما كاين عداوه ما والو تيري فيه بروده دم وتقتلوا يعني انت متجرد من الانسانيه داك. وراه كاين هذا النوع من البشر ومادام كاين هذا النوع من البشر خصنا نديروا الاحتياطات ديالنا ونتخذوا الاحتياطات ديالنا باش ما نطيحوش في يديهم. نتمنى باش هذه القصه هذه وهذه القضيه هذه تاخذوا منها عبر وتستخلصوا منها دروس وبالخصوص الناس اللي كيمشيو بالليل وكيتسوقوا يديروا الاحتياطات ديالهم. ونتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه. كما العاده دائما اغتنم فرصه باش نشكر وباش نرحب بالوافدين والمخالطين بجوج اللي يلاه التحقوا بالقناه كنقول لهم الف مرحبا وبالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. كما كاغتنم فرصه باش نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي ما كيدخروا اي جهد من اجل الدعم والتقدم ديال القناه. الف شكر للجميع بدون استثناء. ختاما اشكركم على حسن المتابعه ونتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه. وهذا الشيء ما كان في هذه النزيله هذه. اترككم في حفظ الله ورعايته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. القضيه ديال اليوم كترجع الاطوار ديالها تقريبا 2001 بالضبط فاش وقعت. المكان لا داعي لذكر المكان وذلك احتراما للخصوصيات ديال الناس. من واحد النهار كنت بيرمانونس تجا واحد الراجل واحد السيد من اعيان ديال البلاد معروف عندنا معروف انسان بيسر عليه الله لاباس عليه كما قلت لكم من الاعيان. جا باش يسجل واحد التصريح ديال اختفاء ديال واحد البنت ديالو وهذيك البنت قاصر وكان ديك الساعه مازال ما وقعش تعديل ديال القانون الجنائي. كان سن الرشد ديك الساعه 21 سنه اما حاليا 18 سنه. نهضر لكم على ديك الحقبه كان سن الرشد القانوني هو 21 سنه. هذه قال لك دي هذيك الفتاه بنته كانت عندها في العمر ديالها تقريبا 18 سنه. قال لك ودي راه خرجت من الدار ما علمت حتى شي واحد وراه ما عرفاش فين مشات. هنا كيدار واحد الاجراء قانوني قلتها لكم وعاودت قلتها لكم تصريح ديال باختفاء وكتسمى البحث لفائده العائله. وهنا غادي نفتح واحد القوس. كنت درت واحد القضيه ديال الاختفاء اللي كان دارها القضيه الاخرى ديال الفقيه وقريت في التعليقات بان رجال الدرك الملكي ملي جا عندهم الفقيه ما داروش خدمتهم. لا يا اخي في هاد المسائل هادو في هاد الاجراء هذا هادشي اللي كيدار. كيطلبوا لك الجدرميه باش غادي تجيب واحد التصويره ديال هذاك المختفي وتيقول لك عطيني المعلومات جيب الحاله المدنيه باش ينقلوا المعلومات مضبوطه. صافي هادشي اللي كيدار وكيدار واحد لا روشيرش واحد البحث الروشيرش كيدار على الصعيد الوطني. علاش ما كيدارش فيها بحث قضائي؟ لانها ما كاينش فيها فعل جرمي ما كاينش شي حاجه اللي ما فيهاش جريمه. حقا شحال من واحد كيخرج من الدار وكيمشي بالاخص الا كان فايت 18 عام الا كان رشيد ما عندوش شي. شحال من واحد كيدابز مع عائلته ما كيتفاهمش معاهم كيمشي
راه ماشي غادي دير بحث قضائي. انت تقدر يكون داك البحث القضائي الا كان هذاك المختفي كان قاصر، كان مازال صغير. هنا كتقلب مع من كان ومع من هادي، في هذه الحاله يمكن دير بحث. اما فاش يكون الانسان اللي مختفي كبير في العمر ما يمكنش دير بحث قضائي. هنا غير التوضيح نرد على بعض ويمكن واحد ولا جوج ديال التعليقات اللي كانوا غير باش نشرح لهم هذه المساله. هذا السيد هذا نرجعوا للقضيه ديالنا، جا قال لك بان البنت ديالي خرجت من الدار ما عرفتش فين مشات. وهذيك الساعه كما يعرف المشاهد الكريم مازال ما كانوش التليفونات ومازال ما كانش التكنولوجيا بحال هاد الوقيته هادي. واش كتشك في الاختفاء ديال بنتك؟ قال لك ودي ما كنشك في حد، ما كنشك في حد، راه ما عرفتش فين مشات، والظروف ديال الاختفاء ديالها والسبب ديال الاختفاء ديالها راه ما عرفتوش، مجهول عندي. دار واحد التصريح، درنا واحد الريشيرش لديك البنت، قلنا اللي جبنا التصويره ديالها، جاب الحاله المدنيه، خدينا المعلومات ودرنا ليها الريشيرش على الصعيد الوطني في المغرب كامل، المراكز الامنيه كامله كتعلم بهذه القضيات. دار هذا الاجراء، مشى في حالته. درنا حتى حنا اللازم ودرنا المسطره ديالنا صافي ومشى في حالته. وقلنا ليه الا بان شي جديد ولا شي حاجه اجي عندنا. بطبيعه الحال خصو يجي، علاش؟ باش توقف داك البحث اللي درتي، باش تعلم هذوك الناس المراكز الامنيه اللي قلتي لهم ودي راه كاينه واحد البنت عمرها 18 عام، سميتها التصويره ديالها كدير الصوره ديالها راه اختفت وخرجات من دارهم ما عارفينش فين مشات. كتعاود تعلمهم تقول لهم اودي هذيك الريشيرش اللي دارت، ديك لا ريشيرش اللي دارت صافي راه حبسات، راه السيده راه تلقات. مشى السيد الغد ليه كيرجع، من دار التصريح الا قلتي اليوم الغد ليه يرجع. مرحبا. جا. انا كنت كما كيعرف المشاهد الكريم كنت بيرمانونس. بيرمانونس كتشدها من 7 الصباح ل 7 الصباح ديال الغد ليه، 24 ساعه. طلقت وصلات النهار الثاني 24 ساعه، طلقت البيرمانونس ديالي، مشيت لداري باش ندوش ونبدل حالتي ونعاود نرجع الله بريقاد، لحقاش ما كايناش الراحه ما كايناش، كتخدم بالليل وبنهار. بالاخص كما كنقول لكم في ديك الوقيته ما كانوش العناصر، الافراد ما كانوش بزاف ديال الدرك الملكي. كنا كما قلت لكم 12 13 كتلقى في كل مركز، وكتلقى شادين قيامه ديال الدواور وقيامه ديال القرى غير بريكاد وحده. يعني كان الضغط ما يمكنش باش تمشي. كما يعرف المشاهد الكريم كتبات 24 ساعه، ديك 24 ساعه راه ما كتنعش فيها ديال البيرمانونس، راه ممنوع النعاس. يصوني التليفون خصك تجاوبو، اي حاجه كانت خصك تكون فايق، واللي جا دق عليك في لابريكاد خصو يلقاك فايق، شي واحد عنده شي مشكل جوج ثلاثه الصباح خصو يلقاك فايق، وكتمشي غير كتفطر عاوتاني الغد كما قلت لكم تعاود ترجع فيها حالتك. انا مشيت مشيت للدار نبدل حويجاتي وندوش ونرجع في حالتي، حتى يعيط عليا قائد المركز اللي كان معنا ديك الساعه، راه توفى حاليا، الله يرحمه ويوسع عليه، من خيرة الرجال، انسان بمعنى الكلمه، مسؤول بمعنى الكلمه، قائد المركز بمعنى الكلمه، انسان اللي علمنا، تلقنت منه المبادئ الاولى ديال الدرك الملكي، وكان كيوصينا ما نتعداوش وما نظلموش. تيقول راه عندكم السلطه، راه ديك السلطه غتحاسبوا عليها امام الله، اياكم ثم اياكم ديروا شي شطط ولا تعداو على شي واحد ولا تبيع حق واحد المظلوم، اياكم. كان ما تيقبلهاش، وكانت مسائل عنده خطوط حمراء ما تفوتهاش، راه الا فتيها ما يعقلش عليك. كان ما يبغيش بتاتا الظلم، ما حضرها الملائكه ديالو. هذه شهاده لله وحاسبوا عليها امام الله. كان سيد معقول، وكان اب، وكان مسؤول، كان فيه كل شيء. بغيتي الانسانيه راه كاينه، الانسانيه راه فيه الاب ديالك، فيه كل شيء. والا بغيتي اللقيته ديال السربيس راه ما يعرفكش، راه صارم وصارم وصارم بزاف. المهم اتصل بيا كان تيعيط ليا الاخر ديال العنقود، مع كنت انا هو الصغير في لابريكاد. عارفين كان الاخر ديال العنقود؟ قلت ليه انا في الدار، رانا دوشت انا غنفطر. قال لي اجي وليدي، هذاك السيد الحاج الفلان فلاني سجلتي ليه البارح واحد التصريح ديال البحث لفائده العائله على ود بنته. قلت ليه واه؟ قال لي واجي راه جا السيد وراه البنت معاه. مشيت فطرت، مشيت التحقت بالابريكاد.
وصلت تما لقيت هذاك الراجل. السلام عم الحاج، كي داير؟ بخير، هانيه. واش هذه هي البنت؟ قال لي هذه هي البنت. قلت لي دخل تفضل. دخلت للمكتب. اش كاين الحاج؟ قال لي البنت ها هي تعاود لك كلشي. استمعت ليها وكانت البنت كتهضر معايا وعينيها حشمانه، ما قداش باش تشوف فيا. ما كانتش كتشوف فيا، كانت حشمانه. كنسولها كتجاوبني، وكتجاوبني كدير واحد طومور تحبات واحد الوقيته عاد كتجاوبني. يعني ما كانتش مرتاحه. وكان داك التصرف ديالها كان جاني غريب، كان جاني غريب الصراحه الله. المهم قلت لها بنتي فين كنتي؟ فين كنتي من البارح؟ خرجتي من داركم مع العشرة الصباح؟ قلت لي انت رجعتي لداركم؟ قالت لي حتى اليوم في الصباح. فين كنتي هاد المده بنتي؟ الله يرضي عليك تقول لي فين كنتي؟ ما كما كتعرفوا فتاة قاصر ما يمكنش، مازال ما وصلت سن الرشد القانوني. وديك الساعه كما قلت لكم كان سن الرشد القانوني 21 سنه، اما دابا راه 18 سنه. ما يمكنش تستمع ليها بوحدها، ممنوع قانونيا. خص واحد من اولياء الامر ديالها ولا شي واحد من الاقرباء ديالها، يا باها يا امها يا خوها يا اختها يا خالتها يا عمها، شي واحد يكون كبير، واحد كبير اللي فايت واصل سن الرشد القانوني، هو خصو يكون معاها. ممنوع باش تستمع ليها بوحدها، باش يستمع ليها رجل الدرك الملكي ولا رجل الامن، ضروري ما يحضر معاها واحد من الاهل والاقارب ديالها. قلت لي ودي رانا كانت عندي علاقه غراميه مع واحد السيد، ها سميتو من البلاد، كتعرفوا؟ قلت لي هو راك فاش من حي؟ قالت لي الحي الفلاني الفلاني فين ساكن وسميتو، عيطت لي الدار. المهم كنعرف العائله ديالو. قالت لي هذاك السيد كانت عندي معاه علاقه غراميه مده هذه وكيقرا معايا. وراه هذاك السيد ملي توطدات العلاقه ديالنا راه طلب مني، درنا واحد الرونديفو باش نتلاقاو. كتهضر معايا قالت لي على البارح. قالت لي خرجت مع العشرة الصباح من دارنا. قالت لي مشيت تلاقيت معاه. وفين جلستو؟ قلت لك ودي مشينا لواحد الدار مهجوره، ما كان ساكن فيها حتى شي واحد، كاينه في الدوار الفلان الفلاني. تما فين جلست انا وياه حتى اليوم الصباح. اشنو وقع بيناتكم من اللي تلاقيتي معاه حتى تفارقتوا؟ قلت لك ودي راه فقد البكره ديالي، يعني مارس عليها الجنس. هنا كاين الاغتصاب وافتراض البكره لحقاش فتاه قاصر مازال ما وصلت لسن الرشد القانوني. خديت الاقوال ديالها بالحضور كما قلت لكم ديال الاب ديالها. من موراها هزيتها وديتها للطبيب. الطبيب باش ياكد الطبيب بان باش ياكد لنا الواقعه ديال افتراض البكره. دينا الطبيب عرضناها عليه، قلبها الطبيب، عطاني شهاده طبيه بان راه فعلا البكره ديالها افتضه، وفعلا راه الافتراض راه جديد، حديث العهد، راه غير جديد، راه غير سويعات باش وقعات هاد القضيه هادي. خديت ديك الشهاده الطبيه لحقاش هذاك وسيله اثبات، ماشي غيقول لك الانسان فمو انا راه هادي تفتضت البكره ديالي وصافي وديرها. لا، خصك كل حاجه دير ليها الاثبات ديالها في البحث. المهم درنا الاثبات ديال داكشي. جينا رجعنا لابريكاد. قلت لها غادي تسناي هنايا، انا غادي نمشي باش نجيب هاد السيد. بالفعل مشيت، انتقلت لعين المكان، البلاصه اللي نعتات ليا، فين كاينه الدار ديال هاد المشتكى به، هاد السيد اللي وقع لي معاه هاد الشيء. جبتو كان حتى هو قاصر، وكان حتى هو الوالد ديالو من الاعيان ديال البلاد، كان ميسورين ولاباس عليهم. جبتو مع كان لقيت غا الاخ ديالو هو اللي لقيت معاه. الاب ديالو ما لقيتوش، الحاج با ما لقيتوش في الدار. هذاك خوه قلت ليه الله يرضي عليك غادي تجيب خوك وغادي تبعنا الله بريا. قال لي دابا الشاف انا غادي نجيبو في الطوموبيل. قلت له ديما الله يحمي ودين قدامي وزيدو قدامنا الله بريا. قال لي مرحبا، هي اللي ما تعاود عطيني واحد الوقيته نلبس غير حوايجي ونقاد حالتي ونمشي معاك. قلت له مرحبا، انا كنتسناك هنا حدا الدار. بالفعل واحد القسمين خرج هو
وداك خوه الصغير هزو في الطوموبيل ومشاو معاه. مشاو معايا وصلنا لابريكاد، خديت اقوال ديالو. الشريف ها علاش جيت عندك، ها علاش جيت عندك، حتى هو قاصر، كانت عنده 18 سنه تا هو. قلت له ودي ها علاش جيت عندك، ها علاش جيت عندك، انت متهوم بالتغرير بقاصر والاغتصاب والافتضاح ديال البكره ديال الاغتصاب ديال واحد الفتاه قاصر. قال لي هادشي ما كاينش، هاد البنت هادي واش كتكذب عليك؟ قال لي كتكذب عليا، ما كنتش معاها، ما هادي المهم نفى هادوك الاتهامات اللي وجهات ليه هاديك البنت. تيطلع للسما مسكين باقي تيتعقل، تيطلع للسما وينزل ويقول لك وك عباد الله انا راه هاد السيده راه بغات تتهمني وبغات تطلعني بهاد التهمه هادي، انا هادشي لا علاقه لي به. قلت له ودي ما كاينش مشكل، الناس استمع عليه بالحضور ديال الاخ ديالو. قلت لي ما كاينش مشكل، قلت لي غادي تعطيني استعمال الزمن ديالك. اشنو درتي من البارح مع 10 الصباح حتى اليوم، مع من تلاقيتي، مع من جلستي، كل ساعه غتعطيني فين كنتي. خديت ليه الاقوال ديالو، راه خرجت من الدار مع الصباح فاش فطرت، راه مشيت تلاقيت مع فلان، مشيت انا وياه للبلاصه الفلانيه، من تما راه رجعنا تغدينا، مور الغدا راه مشيت انا وياه لعبنا الكره، لحقاش ديك الساعه كانت العطله وكان الصيف ما كانتش القرايه. ديك لعبنا كره راه حتى ل5 د العشيه ولا عاد سالينا كره في التيران. شكون اللي لعب معاكم كره في التيران؟ كان معايا فلان، كان معايا فلان، كان معايا فلان، كان معايا فلان. مشيت هاد دوك الناس كاملين اللي قال لي هذاك السيد اللي كان معاه الصباح، مشيت استمعت ليه اكد لي بالفعل بان كان معاه في الصباح. عاوتاني مشيت لدوك الناس اللي قال لي لعبوا معاه الكره في العشيه، بالفعل استمعت لواحد 4 ديال الناس اللي عطاني الاسماء ديالهم، استمعت ليهم. قال لك بالفعل راه هذاك السيد صديق ديالنا وكيلعب معنا الكره، وراه لعب معنا الكره من الساعه الفلانيه حتى الساعه الفلانيه، راه تقريبا من 3 حتى ل 5 ونص كنا كنلعبوا الكره، كنا في التيران. من خلال هذاك استعمال الزمان اللي قال لي في التصريح ديالو مع من تلاقى مع سميتو، ما لقيتش شي تناقض في الهضره ديالو. داكشي اللي قال لي قالوه لي دوك صحابو. هنا توعصات القضيه، شكون اللي كيكذب؟ واش هذاك الدري ولا ديك البنت؟ المهم درنا الاتصال بالسيد الوكيل العام، قال لنا غادي تحتفظوا به. كان ديك الساعه حنا لحقاش هو قاصر ما كيدارش في الحراسه النظريه، الاحتفاظ بقاصر كتحتفظ به في البريكاد، ممنوع باش ديرو في الجيول تسد عليه، كديرو في شي بيرو كيجلس حداك وتتبقى حاضر لحقاش قاصر. هذا هو الاجراء القانوني، الاحتفاظ بقاصر، هذه كتسمى الاجراءات الحفظيه. المهم ملي درنا الاتصال قال لك غتشدوه عندكم في لابريكاد تتساليو البحث وغادي تقدموا عليه. درتو في واحد البيرو، سديت عليه، والمهم خصاتو شي حاجه، قلت لخوه غادي تمشي تعلم الوالدين ديالو، الاب ديالو وعلم الام ديالو، وجيبوا ليه شي حاجه الا خاصه ولا شي حاجه ماكله ولا هادي، راه الا ما جبتوليش حنا غادي داكشي اللي قسم الله راه غادي نتشاركوه معاه، ما غاديش نخليوه. لحقاش بطبيعه الحال حنا راه مسلمين، لحقاش باش يعرف المشاهد الكريم ديك الساعه، اما حاليا لا ولا كيتعطى ديك الساعه كتجيب شي واحد كتعتقلو، ما كاينش شي جهه اللي كتعطيك شي حاجه باش توكلو، ما كاينش. الجدرمي هو اللي كيوكلو، الا ما جابت والعائله ديالو خصها تجيب ليه شي حاجه، لحقاش راه يقدر يوقع لك مشكل. راه فاش تيكون عندك راه محسوب عليك، راه الا جابوا ليه شي حاجه اللي مسمومه مثلا ولا وتاذى وهو محسوب عندك، راه غادي تودي وغادي تحاسب والقانون غادي يحاسبك. يعني كنفضلوا اما تجيب ليه الحليب والدجاج ما خصوش يكون. كان ديك الساعه كما قلت لكم الجدرمي ولا البوليسي هو اللي كيتكلف بدوك الناس اللي مشدودين عنه، ما كاينش شي جهه لا القضاء لا الجهاز ديال الدرك الملكي ولا المديريه ديال الامن الوطني ما كانتش كتعطي، لحقاش ما كانتش عندهم شي ميزانيه مخصصه لدوك الناس اللي كيكونوا معتقلين في المراكز الامنيه. اما دابا حاليا لا، كاين واحد الميزانيه مخصصه لدوك الناس وكتجي لهم ماكلتهم يا عند البوليس يا عند الجدرميه، وهذا الشيء دار غير مؤخرا ما كاملاش حتى 5 شهور ولا 6 شهور باش دار هذا الاجراء باش تبدا القضيه. المهم وكتفضل كما قلت لكم يجيبوا ليه الحليب ولا يجيبوا ليه شي حاجه اللي مسدوده ما محلولاش، وما يكونش الدجاج. الا جابوا ليه مثلا بغى الكاس ولا خص كاس ديال البلاستيك ما يكونش الدجاج،
علاش؟ لحقاش كاين اللي يقدر يهرس الدجاج ويأذي راسو. المهم بقى عندنا داك السيد، قلت الاخ ديالو علم اولياء الامر ديالو وجيب ليه الغطاء ديالو، جيب ليه المسائل ديالو ما يفرش، راه غادي يجلس عندنا حتى نكملوا البحث وراه غنقدموه لعند السيد الوكيل العام. هذاك الحاج هو وبنته، قلت ليه الله يعاونكم الحاج، الا خاصني شي حاجه راه غادي نتصل بك. عطاني رقم الهاتف ديالو، كان ديك الساعه ارقام الهواتف قليل اللي عنده التليفون، كانوا التليفونات قلال. مشى في حالته دا بنته وقلت له بنتك رد معاها البال، ملي نعيط لك جيبها، لحقاش حتى هي ملي تكمل المسطره راه غادي نحتاجوها باش نقدموها لعند الوكيل العام. قال لي مرحبا الشاف، انا موجود وقت ما عيطتي ليا راه نجيب لك البنت. مشى في حالته. هذاك الدري عندنا تعرفوا الضغط، عندنا الضغط وسمي واحد الحاجه ما ننساهاش خصني ندير ليها اعتذر، فلتات ليا من دماغي، وهي قلت لها فين تلاقيتي معاه وفين كنتو. لحقاش كون مثلا باش تثبت الاقوال ديالها، كون مشات معاه للدار غادي تقول لي الاوصاف ديال الدار، غادي تقول لي راه مشيت معاه للدار الفلانيه، راه فيها 3 البيوت وكوزينه، البيت الفلانيه اش فيها والبيت الفلانيه اش فيها، وهاد الصباغه كي دايره، وتوصف لي الدار من الداخل. لحقاش ديك الساعه كيما قلت لكم التليفونات والخبره ديال الهواتف مازال ما كانتش ديك التقنيه، والتكنولوجيا مازال ما وصلاتش لديك الدرجه، وما كانتش كدار الخبره ديال الهواتف ديك الساعه. كان هادشي كما قلت لكم في 2000 2001 مازال ما كايناش، باش ما يقول لك شي واحد من المشاهدين الكرام علاش ما درتوش الخبره الهاتفيه. لحقاش دابا ساهله تقول لك راه كنعرفو ولا كنعرفها، ما يمكنش ينكر، غادي دار الخبره غادي نلقاو المكالمات بيناتهم كثيره، يعني كاينه علاقه. المهم هذاك الدري استمعت ليه كما قلت لكم على السيده، قالت لك اودي ما مشيناش لشي دار، مشينا لواحد الدار مهجوره. هذيك الدار مهجوره ما عندها بيبان، الشراجم ديالها مقلعين، السقف ديالها ما كاينش، ومبنيه غير بالطين باش مبنيه، يعني ما عندها ما تعطيني، واي واحد يمشي يدخل لديك الدار ويعرف اشنو فيها. يعني ما عطاتنيش شي دار اللي مسوته ومفرشه واسمي، ما عطاتنيش هذيك القضيه، لحقاش قلت لك فين مشيت انا وياه. هذاك السيد مشات. المهم انتقلت انا وياه خلاص لديك البلاصه فين قالت لك راه كانت معاه. ما واش عاوتاني القضيه ديال المواقعه ديال الممارسه الجنسيه، قالت لك راه كانت دون الرضا ديالي بلا ما نبغي. يعني كاين اغتصاب هنا، وكاين المواقعه تحت الطائله ديال العنف والقوه. المهم عطات الاقوال ديالها، هكا كانت اقوال ديالها، مشات في حالتها. الدري خديت الاقوال ديالو، واش هاد البنت ما عمرها ما كانت عندك معها شي علاقه؟ قال لي كانت عندي معها علاقه مده هادي تقريبا ما يزيد من سنتين، راه تفرقنا. ودابا علاش غتكذب؟ قال لك ما عرفتش، انا ما عرفتش علاش غتكذب عليا. المهم بقى عندنا تما حتى ما كتعرفش شي واحد ولا ما بغى يقول لي حتى شي حاجه، وما قال لي شي معطيات اللي تقدر تفيدني. اما هي عطات الاقوال ديالها، عطات المسائل ديالها، ما كاينش شي حاجه اللي تتبين بان راه كتكذب، وما كاينش شي حاجه اللي تقدر باش تثبت هذيك الهضره ديالها. لقات هذيك تلاقينا في خلا، وهذاك الدري عطاني مع من تلاقاو مع سميتو، ولكن بالنسبه للقانون باقي شك. يعني داك الشيء علاش دار تحت الوضع تحت التدابير الحفظيه. بالليل لحقاش كان عندنا الضغط، ما كتحكش راسك من كسيده هادي، راه يلاه الصباح كتطلق لا بيرمانونس كيقول لك راه وقعت كسيده هنا خصك تمشي ليها ترجع، وقعت كسيده اخرى ترجع ليها، وقعت شي صرقه في شي بلاصه تمشي ليها، اي حاجه. هذاك النهار الثاني اللي كيكون عندك مور البيرمانونس كتنتقل فيه، تيكون تتسمى الدركي المستعد، ولا الدركي لو برومي امارشي. اي حاجه غادي تكون عندك في المنطقه هذا النفوذ ديالك انت اللي غادي تمشي لها في ديك 24 ساعه عاوتاني، من 7 الصباح حتى 7 الصباح. يعني عندك واحد 24 ساعه ديال البيرمانونس، وعندك 24 ساعه اخرى اللي تابعها. اي حاجه وقعت في البلاد انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالها، وانت اللي غدير الدوسي ديالها. الله يجعل يكون 8 ولا 10 ديال القضايا انت اللي غادي ديرهم. يعني كانت داك حتى الليل عاد رجعت الله كيقال من وحده لوحده. الليل رجعت وتحيت لذاك الدري صراحه، خصوصا ملي عطاني
استعمال الزمن ديالو انا من تلاقيت معاه حسيت بان كاينه شي مؤامره ضده. هذاك الدري حسيت بحال راه مظلوم. احساس كان عندي بالخصوص بان المعطيات اللي عطاني لقيتها مضبوطه وما لقيتش فيها شي تناقض. جيت جلست حداه، كان تيدير كاسكروت، كانوا جابوا ليه هما اللي نضروا شي كاسكروت، وجلست حداه. فلان مساء بخير لاباس عليا؟ قلت ليه علاش هاد السيده؟ قال لي ودي اش غادي نقول لك، راه كاين الله وهادي. بقى تيبكي. قلت له وعافاك انت راك ولد البلاد، الا ما كنتيش انت راه غادي تعرف شكون اللي عنده علاقه مع هذيك البنت. الا ما كنتيش انت، راه البلاد صغيره واي حاجه كتسمع راه فلان انت راه عندها علاقه مع فلان، راه غادي تعرفها. يعني خصك تعاوني، خصك تعاوني باش نفكك من هاد الوحله اللي كتقول انت راه وحله. عاود عطيني شي خير نتبعو في البحث. بقى تيبكي مسكين، قال لي ودي انا ما بغيتش نتهم شي واحد. قلت ليه لا ما تهموش. قلت لك تهمو، غير قول لي شكون مع اللي عنده معاه علاقه، مادام ماشي انت قول لي شكون اللي يقدر يدير هادشي. خمام وخمام وخمام 100 تخميمه بزز باش تعرفوا هذاك السيد ما بغاش مسكين يورط شي واحد، اما كل شي واحد اخر بالزربه يلصقها في شي واحد ولا. قال لي غنقول لك واحد الهضره ولكن تبقى فينا بيناتنا السي حجي. قلت له مرحبا. قال لي راه كاين فلان كتعرفو؟ قلت ليه كنعرفو، راه ما تيكونش هنا في البلاد بزاف. هذاك راه كيقرا برا ديال البلاد، ما عرفتش واش كيقرا في لافاك ولا داير شي مدرسه ولا. قال لي لا، راه داير مدرسه ديال المهندسين واللي عنده معاها علاقه. قلت ليه متيقن؟ قال لي متيقن. ديما خديت ليه التصريح ديالو عاوتاني. قال لي ودي انا ما عرفتش. قلت له ما يمكنش نمشي عنده نجيب واحد وانت ما عطينيش تصريح. علاش غادي نتكا باش غادي نمشي نجيبو؟ ضروري ما تعطيني تصريح. شي تقولها لي بيني وبينك هكا ما نقولش. خصنا نوثقو نديرو الكحل في الابيض، نضرب هذيك الهضره ديالك في الكناش وتبصم عليها، عاد نقدر نمشي نجيب داك السيد. اما غير تقولها لي هكا راه ما يمكنش. واش غادي نمشي انا نقولها للوكيل العام تقولها لي غير في التليفون؟ لا، خصها تكون مضمنه في المحضر. بقى تردد في الاول وفي التالي قال لك مرحبا. خديت ليه التصريح ديالو، كان لي قلت ليه التصريح ديالو، طب 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 عطاني التصريح. تا طرقت ليه المسمار ديالو، عيطت للاخ ديالو للتذكير. كنعيط ليه قلت ليه اجي باش تحضر، راه كاين واحد المستجد باش نستمع. خوك جا حضر، خديت ليه داك التصريح. قلت ليه الله يعاوننا ويعاونك وعافاك، تبقى هاد الهضره بيناتنا. قال لي صافي، لحقاش كما قلت لكم ما يمكنش نستمع ليه بوحدو. قال لي صافي كون شافاني والله ما تخرج من عندي. قلت ليه الله يعاونك، دابا الليل هذا ما غاديش نمشي عند داك السيد، راه غدا مع الصباح راه غادي نصبح عليه. قال لي الله يرحم الوالدين، ما عاونا نفكوا هاد الحيره. هاد الناس بغاو يرميو الباطل على خويا وبغاو يجنيو عليه. هادوك الناس ما مشاوش لعند باي البنت ولا يشوفوا معاه شي صلح ولا شي حاجه، لا ما مشاوش، ماشي من داك النوع. وبقاو متشبتين بالبراءه ديال ولدهم. قلتها لجدان شاف الله يرحمه ويوسع عليه. قلت ليه قائد المركز، قلت ليه هاش وقع، هاش وقع، ها الجديد، ها الجديد. اش قال لي داك السيد، اش قال لي داك السيد؟ قال لي غدا ان شاء الله شوف شي واحد في الشيفان وسير جيب هاد خينا هذا باش نشوفو اش تحت راسو. مشيت ضرب لي الصباح، صباح الحال. كان معايا واحد الشاب مشكور من هذا المنبر اللي هو سي عبد الحميد شخمان. مشينا جبناه، لقينا في الدار مازال ناعس. السلام عليكم، السلام فلان، ايه قلت ليه لاكارت ديالك. دخل للدار اللي كان نجيبها، جابها من الدار. اللي جابها قلت ليه طلع، خرج لباه اش كاين ماش كاين. كان هاد السيد هذا من واحد العائله اللي ماشي فقيره، ماشي ميسوره الحال، عائله متوسطه، ما عندهمش ما خاصهمش. كان باه عنده واحد الحوينيت كيقشقش بيه ومعيش بيه وليداتو على قد الحال. المهم قلت ليه الحاج هذا راه غادي يدي معايا ولدك عنده غنديرو معاه واحد البحث، بغيتي تتبعو راه في لابريكاد عندنا. قال لي انا غادي نجي دابا، ما غادي نتبعك دابا. جا خرج الدري اللي جاب لاكارت، ركب معنا في الجيب وديناه. ديناه مشينا لابريكاد. وصلنا تما كان هو عنده واصل سن الرشد القانوني، كان فايت 21 سنه وكان تيدير المدرسه المحمديه للمهندسين. المهم دخلتو، السلام عليكم، عطيني الوثائق ديالك، سميتك، سميت باك، سميت امك. لقاش ديك الساعه كانت لاكارت ناسيونال ما فيهاش السميه ديال الاب والسميه ديال جدك
من الاب، وعندك السميه ديال الام والسميه ديال جدك من جهه الام. ما كانوش، كان غير الاسم العائلي، الاسم الشخصي، تاريخ الازدياد، المكان ديال الازدياد والعنوان. هادشي اللي كان في بطاقه التعريف الوطنيه القديمه. اما دابا كتلقى فيها كلشي، سميت باك، سميت امك، سميت هادي، تاخدت المعلومات، الهويه الكامله ديالو، رقم البطاقه الوطنيه ديالو. قلت ليه على جبناك، راك متهوم في واحد القضيه ديال واحد البنت سميتها واش كتعرفها. بكل سهوله اعترف، قال لك بالفعل هذيك البنت كنعرفها. شحال هادي انت كتعرفها؟ قال لك اودي تقريبا عامين هادي قبل ما نمشي نقرا في الرباط في المدرسه المحمديه. كانت معاك البارح؟ بقى ساكت. قلت له قول لي الصراحه الله يرضي عليك، ما تحاولش، راه كاين واحد السيد راه مقدم في طريقك، راه حشومه، راه كاين، خصك تحمل مسؤوليتك. ديك البنت كتبغيها؟ قال لي كنبغيها. قال لي، قلت ليه قول لي اش واقع تكون مسؤول على الافعال ديالك. راه كاين واحد وليد فلان كتعرفو، هذاك راه تهموه، راه باها وديك البنت تهموه. قال لي لا الشيخ، هذاك والله الا متهوم. قلت ليه متيقن؟ قال لي والله الا متيقن، انا مع من كانت. وعلاش ديتيها؟ راه قاصر، واش ما كتعرفش اش كدير؟ هي لك هي اللي لصقاتني ومشات معايا بلا ما نبغي. فين مشيتو؟ وراني الدار ديال الصديق ديالو. فين مشاو؟ كان واحد الصديق ديالو عنده خوه في الخارج مقيم في الديار الهولنديه، وعنده واحد الدار خاويه وعطاه الساروت تما فين اختلاو بجوج. قالك تما فين كنا، فين كنا، فين كنا. استمعت الاقوال ديالو، عيط للوكيل العام، درنا معاه نائب ديال الوكيل العام، درنا معاه الاتصال. كنت كنعيط للنائب الاول اللي درت معاه الاتصال، ما جاوبنيش. قلتها القائد المركز، قال لك انا غادي نعيط للوكيل العام شخصيا، ملي ما كيجاوبش النائب ديالو غنعيط للوكيل العام شخصيا. عيط للوكيل العام شخصيا، قال لي اش كاين، اش كاين، اش كاين. عاود ليه من الاول، لحقاش هو ما كانش في خبارو حتى شي حاجه. النائب ديالو مع من اتصلت انا في الاول، عاود ليه كلشي وقال لي ها المستجدات اللي كاينه في القضيه. قال لي غادي تجيبوا البنت وغتعاودوا تستمعوا ليها من جديد، وعاودوا ربطوا بيا الاتصال انا شخصيا. قال لي مرحبا جناب الوكيل العام. مشيت عاوتاني، انتقلت عند ديك البنت، هي وباها. قلت ليه الحاج فين البنيوته؟ قال لي راه كاينه في الدار. قلت ليه الله يرضي عليك يلاه نمشيو باش تجيبها عندنا لابريات، راه كاين واحد الاجراء خفيف وغادي ترضع. قال لي مرحبا، واش دابا ولا نقضي شي غرض عاد نجي؟ قلت ليه لا الحاج مزيرين دابا الله يجازيك بخير، غادي تجيبها. ساليت مع داك الساعه، قلت ليه ديها لابريات، غنتلاقاو تما في لابريات. دزت ديريكت عند داك الدري اللي قال لي هذاك داك الطالب اللي كيقرا في المدرسه المحمديه، اللي قال لك راه واحد الصديق ديالي عطاني الساروت ديال الدار. دزت عنده الدار ديريكت، استمعت ليه، استمعت ليه، طاب تما. الشريف الله يرحم الوالدين، غادي تجاوبني اش قال لي هذاك صاحبك؟ قال لي واحد صديق ديالي. اش قال لي، اش قال لي، اش قال لي؟ بالفعل جا عندي البارح، طلب لي الساروت ديال الدار، ولكن ما قال ليش علاش. قال لي راه بغيت نمشي تمايا، انا بغيت نجلس بوحدي، راه عندي مشكل مع مالي الدار، ما قال ليش واش غيدي شي وحده تمايا. وقال لي هذاك راه بحال خويا من الصغر، كبرنا جميع وما كنتفرقوش، والصداقه ديالنا متينه الى يومنا هذا. المهم هو كان عارف بنت، غير هرب، خاف على شي عقوبه ولا شي حاجه وهرب وكذب عليا، ولكن ماشي اشكال. المهم قال لك اودي فعلا عطيته الساروت. المهم اقوال اللي قال داك السيد ثبتها هذاك. رجعنا، رجعت لابريكاد، لقيت الحاج جاب بنته. الحاج لقى هذاك الاخر شافو في لابريكاد، هذاك اللي كيدير المدرسه المحمديه، بحال ضربتيه بطرشه. دخلته هو والبنت للبيرو، قلت لها شوفي، نقول لك واحد الحاجه، الله يرضي عليك ما تبقيش تلعبي بينا، راه كتكذبي، راه هاد الشيء غادي يتقلب عليك. حنا راه ماشي اللي قلتيها انت هي اللي كاينه، راه غادي نتبعك حتى نتبع الكذاب حتى لباب الدار. هذا مثل مغربي عندنا كيقول لك تبع الكذاب حتى لباب الدار، راه ما غاديش تطلق منك، راه اللي قلتيها غادي نتبعك، اللي قلتيها نتبعك حتى نبين الحقيقه، لحقاش الدور ديالي هو نبين الحقيقه. شوفي الله يرضي عليك، بلا ما بقيت تفلي علينا نوليو شي حاجه اللي ما غاديش تعجبك. الحاج ما عجبوش الحال، الحاج ما عجبوش الحال، قال لي الشيخ الله يرحم الوالدين، انا دا اللي عندها راه قالته لكم. قلت ليه الحاج الله يهديك، انت ما عندكش دخل باش تهضر معايا،
ولا انت القانون كيخول لك غير تحضر معاها، ما تهضر، ما تدخلش في التصريح ديالها. الله يرحم ليك الوالدين، الله يجازيك بخير، خليني نهضر مع البنت وبقى انت في الاتساع. انت الدور ديالك في الحضور صافي، وتسمع اش كتقول بنتك، باش تدخل باش تصحح ليها اش غتقول، راه ماشي من حقك، بقى سكت. المهم ما عجبوش الحال داكشي اللي سميتو، وبقى من ديك الساعه بقى حاقد عليا، مابقاش مابقاش يحملني مور هاد الواقعه هادي. حقاش باش يعرف المشاهد الكريم، هذه معروفه، شي داك رجل الامن ولا رجل الدرك الملكي اللي كيكون صارم وتيدير خدمته وسميتو، تيكون عنده بزاف ديال الاعداء، والناس كيبغيو هذاك اللي كيفك، الله يعمرها دار، هذاك راه كيفك وتيدير وهادي وهادي. المهم هذه غير باش يعرف الموضوع، اما ديما هذاك اللي كتلقاه صارم ومعقول كيلقى العراقيل وتيلقى المشاكل، وتتكون عنده بزاف ديال الاعداء تيكونوا عنده في المنطقه النفوذ ديالو. علاش؟ حقاش ما كيتفاكش ما كيبغيش يمشي مع شي واحد، كيبغي يشد الطريق ما يمشي لا هك لا هك. بطبيعه الحال الانسان فاش ما كتمشي ليش في هواه راه كيعاديك وما تيحملكش. المهم هادي غير فتحت قوس، هذاك السيد بقى واخا تيهضر معايا مور ديك الواقعه، بقى ما حاملنيش، تيهضر معايا غا من هنا الفوق. المهم البنت قلت لها شوف الحقيقه راه عرفناها، راه اعترف بها السيد اللي كنتي معاه، هذاك الدري اللي تهمتي راه غتهمتيه، وهذا السيد اللي كان معاك هو فلان، او راه غنواجهك انا وياه دابا، غير عطيني التصريح ديالك وعطيني الحقيقه، راه غنواجهك انا وياه. راه قال لي كلشي وقال لي الدار فين مشيت، ماشي ديك الخربه، ديك الدار اللي رايبه في الخلا هي فين مشيتي، فين مشيتي؟ ومشيت عند السيد اللي عطاه الدار. قلت له الله يرضي عليك بلا ما بقيت تفلي علينا، الحقيقه راه بانت. بقات كتبكي البنت، قالت لي واش ممكن نهضر؟ قلت لها مرحبا. باها نطق، قال لها اش غتهضري؟ قلت لي الحاج الله يجازيك بخير، خليه وقرك، راك راجل كبير، راه قد الوالد مع الشيطان، خليه وقر بيناتنا، الله يرحم الوالدين. ما جلس وسكت وسكت وسمع. قلت لها هضري، راه ما هضرتيش راه غادي تدخلي في المشاكل تانتي، الادلاء بيانات كاذبه، كتعطي واحد تصريحات كاذبه وكتعطي وقائع كاذبه للضابطه القضائيه، ديك راه اهانه الضابطه القضائيه وكيعاقب عليها القانون. باش تعطي واحد التصريح غلط باش تغلط الضابطه القضائيه، راه تيجرم هذا الفعل، تيجرموا القانون وكيتسمى اهانه الضابطه القضائيه. المهم البنت مني منك حتى قرات، بقات كتبكي. واحد الوقيته قالت لي هذاك الشيء اللي قال لك فلان راه كاين، والحقيقه مشيت معاه لدار فلان فلاني، قلت لها راه مشيتي معاه، قال لي انت اللي لصقتيه. قالت لي كنت كنعرفو مده، ولكن الاب ديالي ما كانش قابل هذيك العلاقه. علاش؟ لحقاش باه ما فحالوش. قلت له علاش تهمتي هذا؟ قالت لك داكشي اللي قال لي الوالد ديالها حداها. قال الحاج ماشي حشومه عليك، انت حاج وحجيتي مشيتي لبيت الله وكتعرف بينك وبين الله، وتقول لبنتك باش تعاود لينا الكذوب وتهم واحد بريء. قال الحاج هادشي راه ما بغاه لا الله لا العبد، راه حشومه هادشي اللي درتي. المهم البنت عاودت لي الحقيقه، قالت لك فلان هو اللي عندي معاه علاقه، هو اللي كنت معاه هذيك المده اللي غبت على دارنا، راه وهذاك الفعل ديال افتراض البكره والاغتصاب راه هو اللي دارو. بقاش هو كبير، كان هو ما خصوش يديها، ما خصوش يديها. علاش ما خصوش يديها؟ لحقاش هو كبير، كبير عنده عقله، واخا تبغي هي تمشي معاه خصو يقول لها لا ما تمشيش معايا. يعني غادي يعاقبوا القانون، عنده التغرير بقصير وعنده الاغتصاب، يعني عنده جرائم جنايات اللي كبيره تعاقب عليها القانون. وفي الاخر غادي نقول لكم العقوبه، وغنقول لكم النص القانوني. لحقاش واحد الاستاذ اللي كنحييه من هذا المنبر، استاذ ديال الفلسفه، قال لي عافاك ماذا بك تزيد في كل حلقه تقول لنا النص القانوني اللي كيعاقب على ديك الجريمه اللي قلت لنا. قلت ليه مرحبا ما كاينش مشكل، غادي نجتهد وغادي نزيد هذه الفقره عند النهايه ديال كل حلقه. المهم ملي درنا هاد المسائل وبانت هاد الحقيقه، قلت ليها علاش الاب ديالك ما خلاكش تقولي الحق؟ قال لك هذا قال لك هذاك، باه لاباس عليه وكانت عندي معاه علاقه قبل قديمه، وقال لي انا ما غنزوجكش انت الواحد اللي هو مقرب. قلت الحاج هادشي اللي درتي راه حشومه، راه خصك تمشي تطلب السماحه من داك الدري اللي تهمتي،
هو بيت عندنا وجبناه ظلما وعدوانا، حنا ما عندنا عليه حتى شي حاجه، انت اللي كتحمل المسؤوليه، وانت داك الذنوب انت اللي غادي تحاسب عليه امام الله. المهم اعترفت البنت، درنا الاتصال بالوكيل العام. ملي درنا الاتصال بالوكيل العام قال لك غادي ترفعوا الاجراءات الحفظيه على داك الدري القصير اللي كان عندنا في الاول، تلقاوه غادي يمشي في حالته لدارهم، عطيوه سلموه للعائله ديالو. عيطنا للعائله ديالو، سلمنا عليهم، داوه. هذاك ما بقاش عنده شي حاجه، وبراتو هذيك البنت بالاخص ملي بانت الحقيقه. هذاك الدري الاخر اللي كان تيدير المدرسه المحمديه، درناه تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، سدينا عليه تما حتى نكملوا المسطره وغادي نقدموه. البنت قال لك الوكيل العام غادي تجيبوها مع هذاك تجيبوها مع المسطره حتى هي تقدم حاله صرح. مرحبا، هادو هما التعليمات اللي كانوا. تميت خارج من لابريكاد، لقيت الحاج الطوموبيل ديالو باقي حدا لابريكاد، قلت ليه سير. دي البنت بقات لاصق تمايا. المهم انا ملي تحركت بغيت نمشي باش ندير شي كاس كروط نتغدى، تبعني بالطوموبيل وقف عليا، قال لي سي حجي بغيت نهضر معاك. قلت ليه مرحبا الحاج، ما كاينش مشكل. قال لي الله يرضي عليك انت طلب اللي بغيتي، غير خلي القضيه في داك الشيء اللي قلنا لك في الاول. قلت ليه الحاج ما نقدرش. وعطاني، كان عرض عليا واحد المبلغ مالي اللي هو كبير، ولكن رفضته رفضا قاطعا. قلت ليه شريف، انا ما تساومنيش، وماشي من داك النوع اللي كيتساوم. انا راه واخا توزنني ذهب والله ما نجني على شي واحد، والله ما نظلم شي واحد. انا الحقيقه بينتها الحاج، راه ما عندي معاك حتى شي حاجه. راه ماشي تقول انا ضدك ولا شي حاجه، لا حاشا، راك قد الوالد، كنحترمك وكنقدرك. غير داكشي اللي درتي راه ما كيدارش الحاج، وباش تساومني تشريني راه ماشي من داك النوع. والله واخا قلت لي، واخا تنعاودها لك ونقول لك واخا توزنني ذهب، اما غندير الظلم. اكون هاني الحاج، سير ارتاح من جهتي. وتنقول لك واحد الحاجه نوعدك بان الحقيقه راه غادي نديرها كما هي، كما انزلت. غاسير في حالتك الحاج. عيا معايا، صافط ليا شي ناس، قلت لهم لا، بلا ما تساوموني، وداكشي اللي دار راه درتو صافي، بلا ما بقاو تساوموا. راه السيد راه طلقتو من الله بريكاد، راه مشى، راه هذاك هو اللي دار، راه اعترفوا، البنت اعترفات. قلت لي صافي، بلا ما بقى تساوموا فيا راه ما عندي ما ندير لكم، ما غندير شي حاجه ديال الظلم، غنكونوا هانيين. المهم شوف في حالته. وصل النهار الثاني، وجدت المسطره وقدمته، هو وديك البنت. عجا داك الحاج جاب بنته، وهذاك السيد جا تبع ولده. وكان هو ماشي من المنطقه تما، كان هو تقريبا كان من دكاله هذاك، ولكن جا قديم لديك المنطقه، وولدو تولد تمايا، وتيعرف داك الحاج وكيعرف. ولكن الحاج الله يهديه ما بغاش، ما رضاش، حقاش هو كان لاباس عليه من الاعيان ديال البلاد كيفاش بنتي ما يمكنش، راه غادي نحاولوا نطويو هذا الشيء بالزواج. والزواج اشنو ما غنزوجهاش لواحد مقرب، هذه هي الفكره ديال الحاج، وكان بغى يزوجها لواحد ولد من الاعيان ديال البلاد حتى هو. هذه هي الفكره ديالو. وصلنا للمحكمه، هذاك الدري معتقل، وهذيك البنت غنقدمها في حاله صراح معها باها. وكان عندنا تما كان الوكيل العام تيفرض علينا واحد القضيه، اللي دار شي محضر ديال شي قضيه هو اللي كيجيب المسطره، ماشي يديرها واحد ويديها جدارمي اخر، الا اللي دار المسطره هو اللي كيدي هذوك الناس اللي معتقلين. المهم انا اللي ديت داك السيد المسطره، وكان واحد نائب ديال الوكيل العام سامحه الله من هذا المنبر، يكون مات ولا، المهم مسامحه. دخلت ليه المسطره، قراها، كان هو فراسو راه حبست القضيه غير عند داك الاول وصافي، ما فراسوش داكشي اللي دار بان راه بحثت وراه جبت الحقيقه وراه جبت واحد اخر وسميتو. واش كان عنده شي اتصال مع العائله ديال ديك البنت ولا؟ ما عجبوش الحال، ما عجبوش الحال، لحقاش المسطره بينت فيها الحقيقه. ربما هو شوف النيه ديالو، ما غنتهموش بشي حاجه ما حضرها ملائكته. خرج كيتعطى عليا في داك الكولوار، وشد ديك المسطره وضربني بها. انت اش كتحس براسك؟ شكون اللي قال لك باش تزيد في البحث؟ ياك عاد قلت لك هذاك ديرو، شدوا عندكم وجيبوا ليا، علاش بقيتي نتايا كتزيد؟ المهم ما خلاش ليا قدام الناس وقدام مجرمين كانوا تما غيتقدموا. وبدنا نفتح قوس، راه ماشي الناس ديال القضاء كلهم خايبين، راه كاينين ناس شرفاء، ناس شرفاء في المستوى واشرف من الشرف، قسما بالله العلي العظيم. خلال المسيره المهنيه ديالي صرفت فيهم شحال من واحد. غير دليل، كان واحد الشخص ملي كنت انا في سوق السبت، كان في النيابه العامه
كتعيط ليه تنقسم لك باليمين. واحد النهار عيط ليه يلاه جيت جديد، من المعتاد كتعيط للنائب ديال الوكيل، نائب الوكيل العام، كتعطيه داك الشيء المعطيات بالزربه، كيعطيك التعليمات. هذاك السيد اللي كنحتارمو وكنقدرو، ما نقدرش نقول الاسم ديالو، راه مازال مزاوي لدابا، كنحييه على ديك الروح ديالو، على ديك الشهامه ديالو، وعلى داك المعقول ديالو. عيطت ليه باش نشد من عنده التعليمات في واحد القضيه، شدني تقريبا ساعه والصرف هو تيهضر معايا، تيسول على الصغيره والكبيره، ساعه قسما بالله الا ساعه والصرف وهو تيهضر معايا باش يعطيني التعليمات. وانا كنت جاي يلاه جيت جديد، انا سوق الصدق ما كنعرفوش. المهم ما خلاش شي حاجه ما سولش عليها، ساعه والصرف كما قلت لكم حنا كنهضروا. في التالي اش قال لي شوف الا جودان، عندك صحابك، انا راه كنشدد عليك ولا هذا ولا عندي معاك شي حاجه وكاع داكشي ما كندقق معاك. قال لي شوف الله يرضي عليك اولدي، راه كندقق لحقاش الحراسه النظريه وتحييد لواحد، تسلب لواحد الحريه ديالو، هذاك راه تقليد غنتحاسب عليه امام الله. خصني ندقق ونشوف داك السيد واش يستاهل يكون في الحراسه النظريه ولا ما خصوش يكون. قال لي هذه هي خدمتي وراك غتعرفني منها القدام. فعلا هذيك هي خدمته، كان تيدقق وكان تيقول لنا بان باش تحيد لواحد الحريه ديالو تسلبها ليه وديرو راه تقليد. كاينين الناس شرفاء بطبيعه الحال، كاينين الناس في جميع المناطق اللي خدمت فيها، تلاقيت مع ناس اللي كنفتخر بانني خدمت تحت الاماره ديالهم، لحقاش هذوك رؤساء ديالنا وتيبقاو ديما الفوق، هما اللي كيعطيونا الاوامر في المسائل القضائيه. يعني الاحترام ديالهم والوقار ديالهم واجب علينا. المهم هذه فتحتها للفسح لا سميتو، وكان ملي دار لي ديك الحاله وضربني وقفوا لي دموعي هنايا. خرجت على الخلق خليتو تدخل، وخرجت على برا وزيت التليفون عندي، كانت عندي الكارتيل ديك الساعه، كانت الكارتيل نقاوه، ما كانوش هاد التليفونات ديال هاد الساعه ولا. عيطت للمركز، المشكل لا جدا شاف قائد المركز، قال لي راه كاين. قلت لهم دوزوا عليا الله يرحم والديه، دوزوا لي في التليفون ديال لابريكاد. هضرت معاه يلاه قلت ليه السلامه سميتو، بقيت كنبكي. قال لي مالك اوليدي؟ قلت ليه اشوق عليا، اشوق عليا من الجيرون شاف، اشوق عليا اشوق عليا اشوق عليا اشوق عليا، ما خلاش ليا، وراه هاني قدام مجرمين تما، وراه ضربني بالمسطره، عاد هز المسطره دخلها عنده، وراه ما خلاش ليا. قلت ليه انا راه ما عندي ما ندير بهذه الخدمه، انا راه غادي نجي الله يرحم الوالدين، صيفط شي واحد اللي يشد هذا الشيء، انا راه بغيت نجي في حالتي نحط الخدمه ونمشي في حالتي، انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء، البلاصه فاش نتهان بقى فيا الحال بزاف، لحقاش ما درت غير الحق. هذاك الراجل كان راجل كبير، غادي يكون توفى عمر بيد الله ما نعرفش، ولكن سامحه الله على داكشي اللي دار معايا. الوجدان شاف ما تقبلش داكشي، قال لي شوف اولدي اللي يهينك نخرج انا وياه في الجورنال، انا جاي دابا عندك تما. قال لي ما تبقاش وسط المحكمه، قال لي خرج من المحكمه وسير في القهوه. انا ملي نعيط لك التليفون خط عليا قدام المحكمه. شي نص ساعه لما كان جا قائد المركز، عيط لي فين راك وليدي؟ قلت له انا في حدا القهوه وحده المحكمه قريب. قال لي خلط عليا انا في الطوموبيل، خلط عليه ركبت حداه، قال لي عاود لي شنو وقع. قلت له اش وقع اش وقع اش وقع اش وقع اش وقع. شدني باقي تنعقل مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، الناس اللي تعول عليهم، شدني من يديه دخلني ديريكت عند الوكيل العام، وجاب معاه نسخه ديال خلاص المحضر راه كاين عندك النائب ديال الوكيل العام، وجاب ديك النسخه من لابريكاد اللي كتكون في الارشيف ديال لابريكاد، جابها معاه وشدني من يدي موقف بيا عند الوكيل العام شخصيا، دق عليه الباب، قال لي داك البوليسي، دخلنا لعندو، دخلنا. كان تيحتارمو الوكيل العام بزاف، فاش كان تيعرفو راجل معقول وكان تيعرفو. ناض سلم عليه قال لي السي مصطفى كي داير؟ بخير هانيه صحه لاباس، تفضل جلس. قال لي تفضل اولدي جلس. دخلت قال لي ودي جناب الوكيل العام جيت عندك البارح تضرينا شي شويه، راه الجدارمي ديالي وراه التهان، دار غير خدمته. قال لي ها المسطره قراها جناب الوكيل العام، شدها له جناب الوكيل العام، قال لي اتصلتوا بيا على هذا اللي عطيتكم التعليمات، وقال له على داك الشيء هذا الجدرمي جايب ديك المسطره وجايب هذوك الناس، هذاك السيد اللي متورط وهذيك البنت، وراه هاش دار ليه النائب، هاش دار ليه ما بغاش باش يبحث. قال لي وقف تما البحث، ما تبحثش ما تزيدش تبين الحقيقه. قال لي علاش؟ خصو يبين الحقيقه وهذه الوكيل العام بطبيعه الحال تفاعل مع هذيك الشكوى ديال لاجدان، شاف ما عجبوش الحال. المهم اش وقع بينه وبين النائب ديالو ما غاديش نعرفوا لحقاش داكشي ما يمكنش يهضر معاه قدامنا، غير اش دار الوكيل العام شا جاب حيد ليه ديك المسطره وجابها لعنده. المهم بيناتهم الله اعلم اشنو كان بيناتهم، جاب المسطره حيدها ليه، حنا حاضرين تما، قال لي جيب شاف دوك الناس وشدني مسكين عندني باقي تنعقل. قال لي مسح فيا ولدي هادشي الله يرضي عليك، ما بقى بقيت كنبكي. قال لي شوف حسبني بحال الاب ديالك،
وهي حاجه ضراتك اجي عندي بلا ما تعيط للجنه شاف دق عليا وقولها لي والله وليت نشد لك حقك. ما بغاش حتى هو، وكما قلت لكم تفاعل، لحقاش كاينين شرفاء اللي كنحييهم من هذا المنبر. راه بنادم حجر وطوب في اي ميدان، اي ميدان بان كاين فيه حجر وطوب. المهم تم الاستنطاق ديالهم. باقي هنا واحد القضيه وقعات، بقيت كنضحك تما في البلاصه، واخا كان طالع ليا الدم ضحكت. الوكيل العام حل الباب مره كيقول لي دخلتهم. قال لي فين الاب ديال هاد، دخل البنت هضر معاها، قالت ليه الحقيقه، دخل كان معاها باها. قال لي الحاج ما خصكش دير هادشي مع الشيطان، ما كانش هادشي. وقال لي هادشي راه غادي نسد عليك، يا دابا نعطي التعليمات وغادي يسدوا عليك. قال لي انا راه ما بغيناش باش ندخلوك في المسطره، راه حشومه هادشي اللي درتي. وقال لي كون دابا هاد الشاف هذا ما قلبش على الحقيقه واجتهد، وانت بغيتي تقدم واحد السيد الحاج، وانت زرتي بيت الله، مشيتي لبيت الله، راه حشوم هادشي اللي درتي. المهم حشم داك الحاج، دخل داك الدري قدامه. قال لي واش كاين تبا؟ قال لي عيط، تا هو واخا كبير، قال لي عيط لبا يجلس. المهم البنت دافعت على داك الدري، قالت له كنبغيه قدام الوكيل العام وقدام باها. وهذاك الدري كيهضر مع الوكيل العام كيسولو، كيحني راسو ما كيقدش يهز راسو، حشمان قدام باه. وين تقباه هو يقول ليه وليدي محمد، وتهز راسك، هذا الجمال كله يدافع عليك وانت حاني الراس، تهز الراس وليدي يا محمد وهضر. وبقيت كنضحك تما بطبيعه الحال هذاك السيد على ديك الطريقه اللي قال. المهم في الاخر كان وصلوا لحل وتزوج بها. ما بقاش ما مشاش للسجن، لحقاش باه قال داك الحاج اللي كان كذب وسميتو، قال لي الدراري كيبغيو بعضياتهم، الحاج بلا ما تخرج على البنت، ها هي دابا راها تعرضات، البقره ديالها مفتضه، وهذه غادي تضيع البنت. الدراري كيتبغاو بعضياتهم، مع الشيطان الحاج، تعاوننا نفكوا هذه الحيره. المهم دخلوا ناس، وتقبل الحاج داك الصلح اللي كان بيناتهم. والمهم توعدوا بالزواج، ورفع عليه الحراسه النظريه الوكيل العام، والقضيه خلاص كنت نتبعها. وكان هذا السيد هذا كمل قرايته وتخرج مهندس، ولا باش يعرف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما داك الحاج اللي ما كانش قابلو ملي تزوج بالبنت ديالو وسميتو. المهم لقى فيه راجل معقول وراجل ديال بصح، ولا هو الذراع الايمن ديالو، ولا عزيز عليه اكثر من ولادو. يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وتوطدت العلاقه، لحقاش الدراري كانوا كيتباغوا بعضياتهم، وباقي كانش عليه باش يدير داك الشيء. واخا هذاك الفعل اللي دار داك الدري ما خصوش يدار بطبيعه الحال، دينه ما يمكنش باش التغرير بقصير والاغتصاب ما خصوش يكون. هذاك بالفعل كتبغيها خصك تحافظ عليها. ومن خلال هذه القضيه هذه كما قلت لكم تفكات حبيه، تفكات بيناتهم. وغادي نرجع للفصل ديال الاغتصاب، هو الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي. الاغتصاب، شنو هو الاغتصاب؟ الاغتصاب هو مواقعة الرجل لامرأة دون رضاها أو كرها، بلا ما تبغي. هي واحد الممارسة الجنسية كتكون بين الرجل والمرأة دون الرضا ديال المرأة. المهم هذا هو الاغتصاب، التعريف ديالو. العقوبة ديالو يعاقب من 5 إلى 10 سنوات كل واحد دار الاغتصاب، غير أنه كاين واحد الاستثناء. إلا كانت الضحية او المجني عليها الا كانت ما وصلاش سن الرشد، بحال هاد البنت هادي، ولا الا ما كانتش واصله سن الرشد، ولا الا كانت عاجزه، فيها شي عجز في الذات ديالها، او كانت معاقه، او كانت معروفه بضعف ديال قواها العقليه، يعني مختله عقليا، او كانت مراه حامل، العقوبه كتولي من 10 سنوات الى 20 سنه. هما الفصل القانوني اللي كينص. لذا كنتمنى من الشباب باش يعرف اش كيدير. راه 5 ل 10 وحده عاديه، مراه كبيره فايته وصلت سن الرشد القانوني، ومارستي معاها واغتصبتيها، راه عندك من 5 ل 10 سنوات. اما الا كانت قصيره، ولا كما قلت لكم تكون عندها عاهه، ولا تكون حامل، ولا تكون عاجزه، راه هذه من 5 سنين ولا تقل عن 18 سنه، راه عندها من 10 سنين ل 20 سنه.
باش يعرف الشباب ديال اليوم تمناو باش الرساله ديالي توصلهم ويعرفوا واش كيديروا. وراه الا كنتي رشيد وبنت قاصر قالت لك نمشي معاك، راه ما تديهاش، قول لها ما نمشيو، واخا تبغي، واخا يكون بالرضا ديالها، لحقاش غادي تتابع بالتغرير، واخا ما دير ليها حتى حاجه كاع يتابع بالتغرير، التغرير بقصير. لحقاش القانون كيحسبها بان قاصر ما كتعرفش، انت اللي كتعرف. واخا هي تلصق فيك قول لها لا ما تمشيش معايا لالا، سير داكو ما تمشيش معايا. يعني نتمنى من الشباب يعرفوا الخطوره والعقوبه ديال افعال كيديروها كتبان لهم راه عاديه، ولكن قانونيا راه ماشي عاديه والعقوبه ديالها قاسيه. كنتمنى باش تلقى الرساله ديالي اداه صاغيه، ونتمنى بحال الناس، بحال الحاج اللي كان تيقول الله يسمح ليه الا كان على قيد الحياه، الله يسمح ليه، داكشي اللي كان بغى يدير ماشي هو هذاك، ما رضاش بواحد ما فحالوش وبغى يلصق بنته لواحد ما دايرش حيت لاباس عليه، داكشي ما كيدارش. يعني واحد الفعل اللي ما يبغيه لا الله لا العبد، لحقاش باش تتهم بنادم حشومه وحشومه، داكشي ما يبغيش الانسان. في الختام كنشكركم على الاهتمام ديالكم وعلى المتابعه، وكنقول لكم واحد القضيه راه غادي تولي نديرها في الحلقات، غادي نبدا نقرا التعاليق كامله، وفي كل حلقه، الحلقه المواليه غادي نقول لكم شنو هو التعليق اللي هو اقرب الى قلبي، وشنو هو التعليق اللي اثر فيا. بحال التعليق اللي كان مؤخرا في الحلقه الاخيره، كانت واحد السيده قالت لي بان كنتي في جهاز ديال الدرك الملكي وتعرضتي للشطط وتعرضتي للظلم، وبغاو يسكتوا الصوت ديالك، ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم نتوما الصوت ديالي فات الحدود واجتاح، وصل جميع بقاع العالم، في اوروبا، في اسيا، كاينين الناس كيتبعوني الحمد لله. وقالت لي ان ينصركم الله فلا غالب لكم. في الختام كنشكركم، الى اللقاء، فرصه قادمه ان شاء الله.